تنسوش جيم الفيديو، تشترك في قناة سكاي نيوز المغربية باش يوصلك جديد الأخبار. تبقى المملكة المغربية بنتمنى ليها كل التوفيق. المنتخب المغربي هيقابل طبعا في أول مواجهاته كرواتيا بإذن الله في مجموعة، برضو مجموعة تعتبر مجموعة سهلة نوعيا، معهم كندا في وبلجيكا. بلجيكا كان المنتخب المصري قابلها وكسب 2-0. يعني النقطة دي بقى نتكلم عنها، أهمية فوز المنتخب المصري على منتخب بلجيكا ليه ورد فعله على المنتخب المغربي ايه؟ طيب خلينا بس نوضح ان الماتش في الاول في الاخر هو ماتش ودي، ماتش استعدادا بالنسبه لبلجيكا لكاس العالم، ولمصر دي كانت مباراه مهمه بالنسبه لها، تعتبر في بدايه مرحله جديده لروي فيتوريا. المنتخب المصري قدر اللي هو يفوز باداء مقنع لينا كماتش ودي وكبدايه مدرب جديد. بالنسبه لمنتخب بلجيكا هو الماتش برضه بالنسبه له عايز يطلع بدون اصابات، خاصه مع كميه الاصابات واللاعيبه اللي بتغيب، كانوا حريصين شويه بالفعل. فبالتالي يعني كانوا مش هنقدر نقول ان هم كانوا متساهلين، لكن كانوا في الالتحامات الى حد ما كانوا بياخدوا بالهم. المسج اللي منتخب مصر قدر يوصلها لمنتخب المغرب ان منتخب بلجيكا منتخب عنده عيوب في الجزء الدفاعي، في بطء، في ممكن لو ضغطت عليه، لو لعبت بسرعه، الاختراقات من العمق، ففي شويه كده رسائل منتخب مصر قدر يوصلها للمغرب. المنتخب المغربي اصعبهم في المجموعه كان بلجيكا هو المصنف الثاني على العالم، فبالتالي وجوده في المجموعه من المغرب كانت عامله حاله قلق. لكن بعد الماتش ده الموضوع بقى الى حد ما نسبيا هيبقى اللعيبه نازله، ما فيش الرهبه اللي هي بتاعت بقابل ثاني العالم او المصنف الثاني. وجود برضو كندا ووجود كرواتيا، يعني مجموعه متوازنه الى حد ما للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي بتشكيلته يعني طبعا كان في تغيير مدرب رائع ومرشح للصعود الى الادوار المتقدمه، يعني من المنتخبات بالنسبه للعرب او للافارقه من المنتخبات المرشحه للوصول بعيدا. لكن زي ما بقول اسود بعد رشحه نتمناها طبعا للكره المغربيه، لان احنا الكره المغربيه برضو من الدول اللي قدمت صوره لافريقيا في 86 بطولات هايله، 98 وبعض القاره كمان. لا يعني اللي حدث معاهم في 98 ما بين النرويج والبرازيل. فلا يعني منتخب قوي واقف على رجله، معاه نجوم. نتمنى ان ظلم التحكيم اللي حصل لهم قبل كده في المونديالات السابقه ما يحصلش بقى في المونديال يعني مونديال عربي كمان وموجود في قطر، ما حدش هيقدر يقرب من يعني لا هو الجزء التحكيمي في وجود الفار الدنيا بقت هو مع الاسف ما تعرضوش لظلم تحكيمي، ده تعرضوا لظلم من فرقتين، يعني مؤامره. يعني ده الظلم يعني من ضمن المؤامرات، يعني زي اللي حصل مع الجزائر في 82 يعني في مؤامرات. فان شاء الله نتمنى ليهم التوفيق، واتمنى بقى ان شاء الله يعني الحظ يسعفنا بقى في 2026 هيبقى 9 بطاقات من افريقيا ونص بطاقه. فاتمنى طبعا ان شاء الله وجود المنتخب المصري ان شاء الله، لان كان نفسنا يبقى الحدث، يعني احنا شفنا الجمهور المصري في روسيا كان عامل ازاي، فبال الحال في قطر طبعا كان رائع طبعا. وعلى فكره احنا مش هنقدر نغفل بصراحه فرحتنا بالمنتخب المصري بفوزه على بلجيكا، لان ده ادانا امل كبير جدا جدا ان منتخبنا دلوقتي بقى على الطريق الصحيح، وكمان حسسنا ان احنا مش بعاد عن الاجواء بقى الجميله بتاعه المونديال. بس اتمنى برضو ان احنا لما نيجي نلعب ماتش ودي والمدرب يبقى عايز يجرب حاجه جديده، لا قدر الله لو كانت نتيجه سلبيه ما نهدش كل ده. ادعمونا بلايك سبسكرايب ليصلكم كل جديد.